عسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. إن شاء الله رمضان مبروك علينا الكل وينعاد علينا بالصحة والعافية. هذه تولتي حبيت نشاركها معاكم. ما قبل كل شيء نطلب منكم تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتدعموني بلايك. أول حاجة بديت بها هي سلطة القرنيط، خاطر تتكل باردة دونك بديت بها هي الأولى وحطيت على جنب. سلطة القرنيط شاركتها معكم في القناة، حاجة بسيطة. فجل، طماط سوريز، جنارية، قصيتها ديلاميل، زيتون أخضر، زيتون أكحل، ليم، شوية طماطم شريحة. القرنيط ديجا مصمود ديجا، وحطيت قليته في زبدة وزيت زيتونة وثوم مع بنة، ومن بعد حطيته للخليط وزدت معاهم المعدنوس والفينيغريت، زيت زيتونة وفلفل أكحل. وكها ما حطيتش ملح خاطر فما الزيتون والليم. وكها وسلطتنا حضرت بنينة على الاخر. بعدين ديريكت كيما الناس الكل، الصغار الكل يحبوا مقرونه. انا بريسك تويكا في رمضان طيبت برشا مرات مقرونه، على خاطر وليدي وين نسالهم شنو زيت الدباره زيتونة. مقرونه، والا نقول له مثلا باش نطيب هكا وهكا. عليه مش مقرونه ماما؟ دونك ديما المقرونه بريسك البريك باش تولي انا في عطل البريك حاضره ديما بريسك نطيب مقرونه اكثر من البريك ظهر لي. bref، المقرونة خذيت زيت زيتونة، خذيت بصلة باهية، قصيت خليتهم يتقلاو مليح، زدتهم الطوماط كونسونطري هذيكا، زدتهم شوية ماء من بعد زدت طماطم سوريز. ياسر الطماطم هذيا تبنن أبن حتى ماكلتها من الطماطم العادية معناتها الكعب الكبيرة، بالحق تبنن. مرفيت طيبت بها كيف تيجي جايبين على الاخر، معناتها حسيت فيها هكا بنينة، مفيهش فيها حليوة مش نورمال، بنينة على الاخر. هيك هاو فوحت هنا شوية ملح، شوية هريسة عربي وكروية وثوم. بما انه انا كي تبدا بليش اللحم ما نحطش تابل وكروية، نحط جوست كروية. هكي كان نقليو مليح الفحان ندخلهم في بعضهم، ومغرفة فلفل احمر مش معبية كيما ممسوحة، مغرفة متاع ماكلة. وهنا نزيد الماء على 3 مرات، هي تغلي وانا نزيد، هي تغلي وانا نزيد نصب لي كمات كونتيتي الماء. نخليوها تطيب سلة سلة ونغطيوها ونوطيو عليها الغاز لماكسيموم هكا. ومن بعدين خذيت من هونيا بعد 200 ديريكت غرام عديت على فرينة، حبات 200 غرام الخبز، سميد، 200 غرام وهونيا سميد خذيت أرتب، 200 غرام 10 فرينة، غرامات ساشي خميرة خميرة خبز باش خبز، نزيدها، ومغرفة مغرفة كبيرة بريديكا هذيا سكر بالسكر، حطيتها عملت مع المغرفة هذه الخميرة، بالسكر. باش والماء نزيدو نتاو دافي. ماء دافي، لازم يكون الماء دافي مش سخون، نجم نحط فيه نخليهم صبع كبار يخلطوا لين يخمروا شوية. مدة الخميرة 15 لهنا هاكم ثانية. كما تشوفوا خمرت. دونك وقتها تنجم تعمل بيك، يبدا سخون تو برشا كي ناخذ الباك يقتل تاعنا. الخميرة. هذه حاجة مهمة برشا الحقيقة. حاجة أخرى زيادة مهمة في الخميرة، خلينا وقت اللي نحطوها شايحة معناتها ما غير نحطوها بالفاصون هذه، نجي نحطو الباك يكون بحذاها. طول في الخميرة والسميد ساعات تكون الخميرة ماهيش حية، دونك كل شيء ما يخمرش الخبز. دونك أنا نفضل نعملها هكا بالطريقة هذه مع شوية ماء، كي نطلع دونك الخميرة لاباس، كي ما طلعتش دونك نبدل الخميرة توكو خير من اللي نبدل الفرينة والسميد. هنايا زدت 3 مغارف زيت زيتونة. شو دو بريفيرونس الخبز هذا اللي نعملو انا يجي فارغ الوسط ما تكثرلوش الزيت، ومغرفة نتاع ملح. كي نجي فما زيت دفاح خبز نحطو شو كيفاش البات ريتو كولونت، لكنها ما تلصقش في اليد برشا، شو كولونت على الاخر. التكستور هذيك تجيب لك الخبز ديما، شوفوا التكستور هذيك، وتقعدوا تزيدوا الماء اللي تحصلوا على التكستور هذه. راهم فماش كونتيتي نتاع ماء معينه، خاطر كل سميد كيفاه يشرب. تحصلوا على هكا وريتكم التكستور باش تعرف كيفاش تجيك الخبز. وهوني نحط له زيت زيتونه باش ما يشيحش من فوق، يعمل لك الكوش، ونخليه يخمر. دو بريفيرونس وقتها الايامات هذوما باردين نحطو بحذا الغاز، مع العشاء قاعد يحضر نحطو قريب للسخانه باش يخمر في ساعه. نغطيوه هوني بالكدا، نقطع عليه الهواء باش يطلع، ونغطيوه من بعد بمنديله ونحطوه بحذا الغاز. هنا جيت عندي شهوة هذه زيادة الحقيقة، شيت كفتة. خديت بصل ومعدنوس ذبلتهم شوية على الغاز. بعدين هوني عندي اسكالوب، هو كان أزعر مي أنا كي فرمته زدتو الهريسة والنعناع وزدتو شوية فحات فلفل أكحل، دونك خلطته ولا لونه هكا أحمر، ما هو في الأصل اسكالوب ماهوش لحم بقري ولا علوش. هكا حطيت له البطاطا اللي قعدت لي شويه بطاطا من سلطه القرنيط، وحطيت عظيمه خلطوني ونشوف كانت تستحق اكثر ولا لا. العظمه كملت لي صافا ما استحقيتش. بعد ما كملت خلطت الكفته، نجي نكعبرهم كعبيرات هكايا قد ما تحب الكبر انت.
ونحطهم في الفرينة. ما حطيت لهمش شابلور هذوما شاده روحها. اللحم خاطر خليته نشح على الاخر من الماء نتاعو، دونك ما استحقيتش نحط شابلور. كي نكعبروه ماذا بينا نكعبروهم الكل قد مش يطيبوا الكل كيف مش واحدة أكبر من واحدة، الكلهم هوني كملتهم شفت كلهم فرد كبر مش يطيبوا قد. نسخنوا القلية بالكدا الزيت يا ربي نسخنوا الزيت بالكدا ووقت اللي نبدو نحطوا فيهم نوطيو مش يعملوا كتقرميش هذيك من فوق ويطيبوا من داخل. دونك كيف عادية ما نخليوهمش يتحرقوا هكا وديما نتفقدوا الزيت، ماذا بينا الزيت ما يبداش أي حاجة تتقلي ماذا بيه الزيت مش عالي وما نغفلوش عليهم. الكبسة التقلية مشيت ديريكت حضرت شوية كمونية بما انه قعد لي قرنيط قلت خلينا نعمل بيه كمونية قرنيط دونك ما شاركتش معك سهل عادي. في كمونية بس انا ما نحطش بصل ديريكت. حطيت طماطم والفحات مرقته شوية وخليتها تغلي بعد زدت القرنيط خاطر انا ديجا نص طيب القرنيط يكا هاو من بعد عديت للخبز. خبز خمر نطلع منه الهواء نتاعو ونكعبرهم من البيرات ونعملهم الكبر اللي حاجتي بيه يا كبير يا صغير. نهارتها عملته خبز عادي معناتها الديره العاديه كيما نشريوها كل شيء. من نهار اللي بعده عملته محليه مقرص دو فاصون كل واحد معناتها يكمل الخبز نتاعو بالضبط. هكي دويرات صغار عجبتني حسيلو هكايا شو الخبز زاده هوني فما حاجه ريت كيفاش قداش خشنو قداش مش خشين جمله شو هوني يخمر راهو هذيك تسمى خامر معناتها هو كان اقل من هكاكا كي انا طرحته على البلاك. ايه كهو نقبوه بالفرقيطه باش يعاونوا عطيب هذاك زيت يتنفخ شويه. هوني هكا فما دو تارت ديجا قعدت لي بات من البارح دونك حطيت عمرتهم وحطيتهم. وللمقرونة جيتوني حطيت زيتون أخضر أكحل فلفل بالعبيط قصيته جيد ورميت قرين هكاكا كامل محليه يبنن المقرونة وجيت وزدت هنية مغرفة كريم فريش هكاكا تحط نجم تحط البوك باش نحط بوكين بعد قلت لي مغرفة يزي هكا جوست نحبها هكا حمرا مغوزي شوية نخلطوها هكايا. هنا وقتها ديجا لازين يذم سيء فاتني الوقت مالغري هكا تحس روحك كان برشا حاجات في الكوجينة عملت حاجات اخرين زي ديجا ما صورتش كل شيء دونك عملت حاجة حلوة دونك على ذيك خذت لي الوقت. عملت وزني القاضي نهارتها ما صورتهاش مالوغوزمون خاطر كي باش نصور زيد ياخو برشا وقت. ان شاء الله نشاركها معاكم مرة اخرى فيديو وحدها. هوني نزيدو الطن هذه من قبل المقرونات اللي نحبهم راهو بالطن وخفيفة على الاخر شي وهكايا طولتي حضرت يا ربي نقولوا قدمها نعمة واحفظها من الزوال والله هذيك الكمونية تبارك الله. ربي يعيد علينا رمضان بالخير والصحة يا ربي ان شاء الله ديما ملمومين يا ربي. وهكا كانت طاولتي وهكا كانت دبارتي ان شاء الله عجبتكم الدبارة وان شاء الله جبت لكم زيادة دبارة. انا مهما نزرب ديما هكا ياخذ عليا الاذان خاطر نعمل حاجة اون باراليل والتصوير ياخذ وقت اما نهارتها خاطرني عملت حاجة حلوة هذه الحليلم سخنتها متاع البارح خاطر جيري ناكلوا على نهارين صغاري ما ياكلوش الجيري خاطر عملت قلت لكم حاجة حلوة دونك ما صورتهاش عملتها هي بلا بنينة باش نشاركها معكم ان شاء الله تاخذ وقت شوية اما بنينة تستحق. انا هكا مخلطش على المغرب بالضبط تويكا نقول لكم بسلامة ان شاء الله عجبكم الفيديو ان شاء الله تشجعوني زادا اكيد شجعوني حطوا لي لايك وتا نقول لكم بسلامة.